نزوج بناتنا بهذه الطريقة. أي طريقة تحب لأرضخ لمشيئتك؟ ترجع إلى ديارك وتجر خيبتك لتطاولك على أسيادك. ما تعودت أن أرجع خائبا يا ذا الهمة. لقد أتيت لأحصل على ما أريد. ألم يكفك ما نلته في المرة السابقة؟ بلى، نلت ما يكفيني. أم غرك أن تنتصر على شراذيم الروم وأذنابهم؟ للمرة الأخيرة يا ذا الهمة، أنا لم آتيكم غازيا ولا أريد أن تسفك دماء من جانبينا، فدعوني آخذ العفراء زوجة إن كنتم حريصون على دمنا ودمكم. ارجع من حيث أتيت يا ورد، فلن تخرج من هنا حيا إن تماديت أكثر. هل ستقتلني أنت يا ذا الهمة؟ جرد حسامك لترى. دعه لي يا ورد. لا يا غضب، هو حساب بيني وبينه. ربما كان الحساب بيني وبينك يا ورد. لا شأن لك بما يحدث يا ربيعة، فقد كنت منا ولا أظنك الآن منهم. أجبني يا ورد، هل تقبل نزالي؟ أقبل بعد أن تسمعني شروط النزال. إن انتصرت عليك وخرجت من المعركة حيا ترجع إلى ديارك مهزوما صاغرا. وإن خسرت أمامي كان حديث بيننا. ما عاد هناك حديث يا ذا الهمة، هو أمر واحد فقط: العفراء تكون لي زوجة. لن تحكم بهذا. إذا فالحرب هي ما تريد يا ذا الهمة. أجل، هيا مروا جنادبكم بالهجوم علينا. لقد بعت الجنادب يا ذا الهمة واشتريت صقورة. لن ينفعوك بشيء، فنحن قناصو الصخور. قد طلبتها يا ذا الهمة. كانك يا ورد. واثق أنك تستطيع صرعه يا ذا الهمة. لن يصمد أمامي نصف جولة. عليك به يا ذا الهمة. إن انتصرت على ذي الهمة فالعفراء لك، ولكن عليك به يا ذا الهمة. لا 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 يا ذا الهمة، لا، لن أدعك تقاتل وردا. أتخشين عليه أم على ورد؟ إنه زوجي. عودي إلى خيمتك الساعة. أنت لا تعرف وردا، سيقتلك يا ذا الهمة. تحركي.